يواصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قصف النظام المغربي على أكثر من جبهة، مستغل تواجده في اجتماعات دولية وإقليمية عالية المستوى لطرح انشغالات الجزائر ومعاناتها مع الجار المغرب. وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بمدينة ويالا بجمهورية غينيا الاستوائية لتمثيل رئيس الجمهورية في القمة الخامسة عشر لمجموعة العشر التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث يسعى النظام المغربي التواجد في قمة العشر المحرمة عليه إفريقيا وإقليميا بسبب سلوكيات دبلوماسية المشبوهة. وعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من وزرائه الأفارقة، لا سيما وأن الجزائر التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن، حيث تسعى لتمثيل القارة الإفريقية وطرح انشغالاتها على الصعيد الدولي، خاصة ما تعلق منها بقضية الصحراء الغربية. وعقد وزير الخارجية أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية إفريقية كان النظام المغربي قد حاول جرهم نحو الاعتراف المشبوه بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية تواصل دك النظام المغربي على الصعيد القاري والدولي، وتواصل حربها الدبلوماسية لمنع التواجد المغربي في مختلف المحافل الدولية والإفريقية.